إقامتك في القاهرة هتكون على الفيو ده، فيو جراند نايل تاور وفندق سوفيتل، وكمان جنب فندق الفور سيزونز. المكان ده موجود في الزمالك، زي ما انتم شايفين دي التراس، بتشوف النيل كله. المكان نايل فيو، فيه 4 غرف وريسبشن كبير جدا ومكان للسفرة. هنا زي ما انتم شايفين اهو فور سيزونز على اليمين، والزمالك والدقي وجاردن سيتي. طبعا بيكون قدام المبنى على طول في مراكب وفي نايل كروز فيها فعاليات كتير جدا، شكلها حلو. هنا ده الريسبشن كله معمول بشكل بانورامي بحيث ان انتوا تشوفوا النيل على طول الريسبشن. هنا طبعا حاجة لفتت انتباهي ان القبلة معمول مكانها بحيث ان المسلمين او المقيمين في المكان يعرفوا مكان القبلة من غير ما يسألوا. طبعا المكان كله بالكامل مكيف، ريسبشن مكيف، والواي فاي في كل المكان، تلفزيون سمارت بيشتغل بالانترنت، يوتيوب واتشات وشاهد. ده الفيو بتاع الريسبشن. البلكونة واسعة جدا، زي ما انتم شايفين. الريسبشن واسع طبعا. السويت فيه 4 غرف، منهم غرفتين ماستر فيهم تويلت، وغرفتين في تويلت جنبهم بيخدم الغرفتين دول. طبعا مهتمين بالتفاصيل، البورتريه والفواحة اللي هي اللي بيكون فيها بتطلع ريحة كويسة. هنا ده البار، طبعا هي مجهزة بالكامل، مكنة قهوة والتكييف عند البار بتاع السفرة، QR كود الخاص بالواي فاي. هنا السفرة جنب الريسبشن، الفيو بتاع السفرة طبعا على النيل برضو. هنا ده الفيو بتاع المطبخ، ده المطبخ، مطبخ بسيط برضو، فيه ترابيزة و4 كراسي وغسالة، بوتاجاز وتلاجة ومايكرويف وكاتل. بعد ما انتهينا من الريسبشن بنطلع بقى السلالم دي علشان الغرف فوق. يعني لو حد عندكم جالكم ضيوف خلال اقامتكم في القاهرة، الغرف منعزلة في دور وتحت الريسبشن. هنا دي اول غرفة، فيها كنبة صغيرة وتكييف، وطبعا الواي فاي واصل لكل الغرف لان في اكتر من راوتر بيخدم الغرف كلها. طبعا في خزنة علشان لو محتاجين تشيلوا فيها ورقكم المهم، في اكتر من وحدة تخزين. الفيو بتاع الغرفة على النيل برضو بشكل جانبي. زي ما انتم شايفين الغرف كلها جديدة والاضاءات كلها جديدة. هنا في الغرفة دي في تويلت، دلوقتي هننتقل للتويلت. اول ما بنقفل الباب كده هنلاقي باب جانبي للتويلت، ده التويلت. ده الفيو بتاع الغرفة النيل. دي الغرفة التانية، زي ما احنا شايفين سريرين وريموت التكييف او فيها تكييف يعني، ووحدة التخزين الدولاب. طبعا في ده الراوتر اهو. هو الراوتر موجود فيه كذا راوتر في كل غرفة، هتلاقوا فيه راوتر او 2 فهتلاقوا ان النت مش بيفصل خالص.
هنا دي وحدة التخزين، فيها لحاف، مخدات، وهنا مكوى، كمان ملايات. اي حاجة بتحتاجوها بتلاقوها. طبعا المكان قريب من كل كافيهات ومطاعم الدقي والزمالك، منطقة حيوية جدا وسط البلد. اي حد هيحتاج اي حاجة او اي اوردر ممكن يجيله على طول بكل سهولة. دي الغرفة الثالثة، تويلت اللي بيخدم الغرفتين اللي من غير تويلت. هنا دي الغرفة الرابعة، فيها تكييف طبعا، كل الغرف مكيفة. واللي جنبها شوية بعد المبنى ده مبنى الفور سيزونز، وده النيل طبعا. هنا ده التويلت اللي في الغرفة الماستر. تويلت كده بيتفتح الباب ده. ده التويلت، تويلت نظيف جدا، كل حاجة جديدة. ودي الغرفة. اتمنى ان السويت يكون عجبكم. السويت بيكفي 10 اشخاص. لو حابين تسألوا عن تفاصيل الاسعار ممكن تكتبوا لنا في التعليقات، ولو عايزين تعرفوا اي حاجة تخص المكان ده ممكن تكتبوا لي برضو في التعليقات. اتمنى لكم اقامة ممتعة. كنت معاكم نريمان عيد.